السلام عليكم، تسمعيني ست نادين؟ حبيبتي صوفيا شلونك؟ الله يحفظك يا بقوة، حصلت واني ما اعرف هذا الطرقع على التيك توك، ما اعرف لها الحمد لله السوالف. وصلت. يلا ما يخالف، وصلت الله شلون يحفظك شغلك؟ الله يحفظك طبعا على السريع. الكل دا يعرف منو قحطان عدنان، لانه قبل هاي صار 5 ايام نشرت قضيتي ببرنامج انه اني طليقته للمقدم هذا الشخص. ست نادين اجاني بال 2018 قال انتي ايتام، معروف هو. فنسوي حاليا عقد مال الشيخ لحد ما تخلصين انتي اوراقك وتعالي لبغداد ونكمل اجراءات المحكمة. طبعا هو قال لا عندي اهل واني اربي ايتام وهاي. ثقيت. اهلي قالوا نسأل عليك، قلت لهم لا عندي خلص انسان ورده مال الله. فجبته لايطاليا، سويت له دعوة لان اني اشتغل بهذه الشغل مال الفيز. فسويت له دعوة، اجى اسبوعين ست نادين ورجع. بهاي الأسبوعين رب العالمين رزقني بنوتة، زين صار عندي حمل. يابا كمل الأوراق، الله كريم. يابا شو وقت تجي، هم الله كريم. تسمعيني ست نادين؟ دا اسمعك حبيبتي، دا اسمعك كملي. بالضبط. المهم حبيبتي، ذول الأيتام جهالة من نسوان الأربعة خمسة. أوكي حبيبتي، 5 6 نسوان. أهله ما يقبل يقول لهم على أساس إنه مجرد إنه أنا دا أسوي له فيزا حتى بعدين يطفى، لكن الحمل هو اللي سوى له مشكلة. بعدها مباشرة حاولت بكل الطرق، كان يقول تعالي أوكي إيش قد عندك فلوس جيبي تعالي لأربيل. جبت أخذت الفلوس اللي عندي دا أروح أستقر بأربيل. أخذهن من عندي 10 أيام، كان يقول يلا ارجعي. أنا ما أقدر، نهائيا ما أقدر يعني تبقيني هنا. ست نادين بس وصلت، أنا كنت بإيطاليا مقيمة هسه حاليا ببريطانيا. بس وصلت إيطاليا كان يخابرني، كان يقول عيني ترى أني لا، طبعا هاي شايلة طفلة أنا عمرها سنة على إيدي. أني لا أعرفك ولا تعرفيني، وعن مثل ما تقولون أنتوا عن الحلال والحرام أنت طالق بالثلاثة. وبلوك بعد ما أخذ كل شيء وفي مال الله. طبعا كله وثائق عندي ومستمسكات وحوالات وسترن يونيون، وتعرفين هاي الشغلات كلها ست نادين. تواصلت ويا أهله ويا الدنيا ويا العشيرة ويا نسوانه كلهن ماكو. المهم نسوان. آه عنده 4 5. 4 5 يعني يعني مو نسوان واحدة زوجاته؟ بس، زوجاتهم خلفات منهن وهم نفس الحالة، هم مهزوم من عندهن، موجودات ببغداد. كلهن تواصلت وياهن طبعا. ف حسبي الله ونعم الوكيل. إذا تحجين طبعا موجود الواتساب ونشرت حتى المحادثة. إذا تحجين أنا مهددة بصوري، أنا ماكو مرة ما عندها صور يم زوجها. بس نادين أنت تعرفين هذا الشيء، تحجين انشر صورك. أنا عندي منصة الناس تسمعني، أقدر أقول أنت ببلان تشتغلين مخابرات، تشتغلين طلائع. هي إطلاعات، العفو لا إطلاعات. حكي مال أيام الثمانينات. أنت جالس تسولف. إذا أني أحكي وأقول قدام العالم إنه عنده بنية أو متزوجني، أني لازم ما يطبق عليه لا صور لا عزي لا مشاكل. زين ليش اللي في أوكي هسه عم يبطلت البنية عمرها 5 سنوات. والله يا ست نادين، من تروح أنت تعرفين الطفل، من خصوصا البنية، من تروح الروضة وتشوف البنات كلهم آبائهم وياه، من تقول لي ماي دادي وما أعرف إيش، أقول لها أبوش بالسماء. يعني شنو اللي أقدر أقول له؟ وينه؟ آخر شيء كان يقول عيني ترى هاي الطفلة ما أعرفاني، حتى أنت ما شايفك. زين أنا نشرت صور ست نادين من ولدت وهو موجود شايلها صورة العقد، ما خليت الوثائق كلها نشرتها. وكلهم يقولون لا انت دا تشتغلين تسقيط علي. يا تسقيط، مو اني مسخمه. اني صار لي 6 سنوات ست نادين، هاي صار لي 6 سنوات ساكته. من تحكين على احد يقول ايش دا تسقطي، يابا اني لا عندي اني تيك توك ما اعرف افتح ما اعرف افتح شو اسمها الاضافات مني، والله العلي العظيم. فقلبي يوجعني. هاي صار 5 ايام ونفس الشيء هسه دز تهديد الاهلي. انتوا ما دام سويتوها راح اقول انتوا والله شنو، ما ادري بعث، ما ادري منين. ليش عيني سوالف ياما ناس تتورط. يابا اني ما اريد هاي البنيه، خلص ما بيني وبينك، هذه بنتي وهاي الجنسيه مالتها وفي مال لا، وتعالي كل سنه تجيبي لي خلي اشوفها. والله ما يعرف شكلها شلونه. يعني لو انطيك اقامه ست نادين
لو تنطيني إقامة وجنسية بريطانية أو إيطالية، لو أني أسوي بيش هذا الفيلم كله. زين ليش؟ أني لو ما أخذت لي أحد من هذا، ما أخذت لي مصري هندي باكستاني، كان أقول ها آفة العراقي، يابا مو أخذت العراقي من العراق جبته. وهذا الفيلم وهاي حياتي اللي تدمرت أنا وطفلة، تعرفين يعني شنو؟ وأنتي أكيد مجرب حضرتك إنه طفل برقبتك ولازم تشتغلين وتعيشين وتسندين نفسك، ووحدك بريطانيا، وهاي بريطانيا اللي الزلم ما تتحملها عيشتها. فإذا تحجين أنتي صورك وأنتي حياتك وأنتي أهلك، زين أنا إيش بدري بعد شنو عندي صور موجودة يمي، ما أدري. تمام حبيبتي، شنو المطلوب من عندي بالضبط؟ المطلوب يا عزيزتي، أنا قبل 5 أيام حكيت، فالناس ما تصدق، ها لا هاي مصورة مسوية صور ودا تسوي له تسقيط سياسي وتسقيط إعلامي يابا أنا بعيدا عن هاي الفيلم الهندي كله. أنا عندي قضية طفلة حيصير عمرها 6 سنوات ما تعرف، ما عندها حتى جنسية. لما أروح بيها للعراق والله يوقفوني وقفة بس الله يدري بيها بالمطارات شلونها. فالناس ماخذ، أنا ليش صعدت ويا حضرتك؟ الناس ماخذ إنه والله ها كذب أو تسقيط. ليش أسقطش عندي وياه؟ أصلا هو إنسان نصاب يا أمي. ف... فما أعرف. ما يصير الرجل غايب، ما يصير. هسه انا عندي، اذا اردت تخلصين حتى ارد عندي كم سؤال ارد اسالك لو سمحتي. تفضل ام تفضل صوفيا، بنتك تفضل. اسمها صوفيا الله يخليها. الله يحفظك ويحفظ ابنك. اي نعم صوفيا. تحياتي لك وربي يحفظها ان شاء الله وتكون بارة بيك. الله يحفظك يا ربي. اول سؤال عندي، انت يا سنه تزوجتي استاذ قحطان عدنان؟ قحطان هو ولا عدنان؟ قحطان. اوكي، يا سنه تزوجتي استاذ قحطان؟ 2018. 2018. وين تم زواجكم؟ سوينا العقد بغداد يعني عقد شيخ، لانه ما كنت اقدر اكمل الاجراءات، عندي شغلات نقص. واني عايشه يعني بالخارج. لحظه، نعم. انت جيتي للانسان الصح، كوني انا عايشه بالخارج، فالتفاصيل هسه راح نسردها عادي وياك. زين. انت عايشه بالخارج، شلون تعرفتي على الاستاذ قحطان؟ اتصل وتواصل وياي، احنا عندنا اطفال نريد نطلعهم علاج، ممكن شلون تساعديني؟ ممكن يعني هو تساعديني بهاي الاجراءات؟ حضرته تواصل وياك هو حضرته تواصل وياك في نعم. موضوع عمل بالبدايه بينك وبينه، يكون نعم. عمل كونه هو عنده نعم. منصه اعلاميه، وحب انه ليش انت يعني شنو حتى يتواصل وياك وتساعدينه بموضوع أنا الاطفال؟ أنا مترجمة عزيزتي، مترجم. تمام. وأسوي أشياء مال فيز ولا مشمل وهاي المواضيع. نعم. وين مقرك كان، بيا دولة بالضبط؟ أنا كنت عايشة بإيطاليا، أنا تقريبا 15 سنة عايشة يعني بإيطاليا. اول ما بس لحظه حبيبتي حتى الناس تفتهم والكل يتركز، لانه حتى اذا يتهموك انه انت كاذبه حشاش، حتى هاي اسئلتي اني راح تبين الحقيقه. زين. انت حضرتك كنت في ايطاليا، انت مترجمه وعندك عملك الخاص، اتصل بيك الاستاذ قحطان، شلون اتصل بيك ومنين جاب رقمك؟ أنا موجودة على الفيس، موجود عندي عدة تواصل اجتماعي. أنا موجودة هنا اللي أسوي فيز ما أعرف إيش عن هذا الموضوع، هو تواصل وياي كان على موضوع الأطفال شنو يعني علاج وأنت تساعديهم؟ يعني أنا أكو شغلة ما قاعدة أركز بيها، أنت شنو كان؟ هو يسوي أطفال مرضى على أساس طبعا هو ماكو مرضى يحاول يوصلهم من الخارج يعالجهم. هو الوسيط بين الوزارة وبين شخص برا، على مود يكون هو المساعد لهم حتى تتم العملية بأسهل هو وقت. مسؤول علاقات عامة على أساس هو برنامج. افتهمت كونه إعلامي فهذا شغله، فأنت راح تكونين الوسيطة حتى تساعديهم إذا وصلت الأطفال هناك، وتكونين أنت المترجمة صح؟ هاي بداية العلاقة كانت، هاي بداية العلاقة، ماكو شيء ثاني؟ لا يا ماكو شيء ثاني. أنا هناك لا هو هنا بلشت العلاقة، أنت الوسيط وأنتوا بلشتوا عمل، شلون تحولت العلاقة من عمل إلى إعجاب وارتباط؟ زين. بعدين كان قلت له أثناء الكلام، تقول أنا عندي أهمية المشاكل جواز وما أدري شنو، هاي الأشياء لازم أكملها بس ما أقدر حاليا أرجع، أوراقي ما كاملة. أنا أسوي شيء، هاي الواتساب مالتي، هاي ما أدري شنو،
فقام يعني يتودد انه هذا رقمي ما اعرف ايش، خابريني انا انسان يعني متصل. احتمال احنا خلينا نخلي احتماليات وفرضيات حسنه بالبدايه الى ان نكمل القصه وبعدين نشوف النتائج. احتمال الرجل حب يساعدك، احتمال هسه كثير هاي الطرق. انا هسه اذا جاني شخص عايش مثلا وعنده مشكله، انا اركض له ركض هناك. انا اذا اريد اجي للعراق وعندي مشكله، اهل العراق الكفو يركضوا لي ركض عادي، مو عيب. شلون بالضبط. تحولت العلاقه انه هو ساعدك انه تكملين اوراقك في العراق هو وتجين حتى انت ما مرتبطه ما ما حتى متزوجه؟ ساعدني ست نادين، هو حتى ما كمل لا ساعدني بهذا، بس هو كان درب. هو اصلا قال لي بعدين كان درب انه انا دا اخذ رقمك واتعرف عليك، لاكو اوكي، اطفال مو ولا غلط، مو هو غلط ولا. حبيبتي. احنا حتى نكون كلش واضحين، وهاي نعم منصه يمكن اكثر حتى من منصات التلفزيون. انت تدرين انه انا مشاهدات اكيد. كثير العالم تشوفني، فحتى نكون نعم، احنا ناس وعلى مود عندنا يعني حق وعداله. واصلت وياك. نعم، لانه الانسان الغايب ام صوفيا، الانسان الغايب ملائكته تكون حاضره. ملائكته موجودة. فملائكته اني اعرف انه الرجل الغايب او الامراه الغايبه اني اتكلم بحقهم. احنا بالضبط. هسه نجي ستيب باي ستيب. انت تعرفي انت نعم مترجمه هنا وامورك تمام. الاستاذ قحطان تحياتنا له. الاستاذ قحطان هو رجل منسق بين وزاره الصحه لا وهناك برنامج عند ست نادين، مجرد برنامج برنامج مو انه وزارة. يسافرون اطفال. القصد يسافرون اطفال الى بلدان اوروبيه يعالجوهم. فانت كنتي على السوشيال ميديا معروفه، فدخل عليك الرجل كون هذا عمله، فحاول انه تكونين انت الوسيط. بعدين انت قلتي له عندي مشاكل بالعراق، الرجل قال لك اني اساعدك. هنا بلشت العلاقه. تمام، هنا هسه احنا بلشنا العلاقه. منو اللي بالضبط. بادر؟ انت اجيتي للعراق دخلتي ساعدك هو؟ ابدا، لا نهائيا. ما اجيتي للعراق ما بعدين دخلتي؟ لا ما كان هو انا من قبلش عندي مشاكل بالاوراق بعدني من صوفيا كملتها. انت تكلمتي، نعم صوفيا لو سمحتي، انت تكلمتي وسردتي الكلام. هسه اسمحي لي اني اسالك حتى الناس تقول عليك تمام. كذابه. من خلال نعم اسئلتي الك واجوبتك، هم راح لان تعرفين انا اعلاميه من 2007 وهاي شغلتي. نعم. فمن يصعد صح. وياي الشخص الناس تتهمه بالكذب، اني من خلال اسئلتي له الناس من خلال اجوبته راح يعرفونه حشاش كاذب لو صادق. فاحنا حتى نهدي النفوس. هنا بلشت العلاقة. بما أنه هو ما ساعدك وما كانت بيده وسيلة مساعدة، وين التقيتوا؟ ما التقينا عزيزتي. هو قال اني انت منين بين حبابه واني من الفصل واحب اتقدم لك هو مباشره. قلت له اوكي. ذاكم انطيته عنوان اخويا وذولا هذا عنوان ابويا وروح لهم ذاكم. فمن راح ست نادين وتقدم قالوا له اوكي خلينا نسال عليك. هاي وحده طبعا ما عندي. قال لهم لا عمام لا اهل لا مدري شنو، وعندي بس طفل يتيم اني اربيه. اوكي. مباشره اهلي قالوا لا 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 اهل لا فصل لا عزة لا كل شيء ماكو. اني قلت لهم لا نهائيا. اني ها كانوا يمك لا اني وحدي بايطاليا واهلك هنا بالعراق، فهو تواصل وياهم واهلي كونهم ببغداد. قريبين عليه نعم وطلبك منهم رسمي. نعم تفضلي بالضبط. كذا. نعم. بعدين قالوا احنا ما نقبل. اني قلت لهم لا اني هاي حياتي واني اشوف هذا الرجال صح، وما دام هو يربي ايتام. ما كنت ترضين. انت رضيتي اقتنعتي بالرجل وجذبت شيء ما بي ابو وصارت القصه. ايتام. وين تزوجتوا بصوفيا؟ وين تزوجتوا؟ سوى عقد ويا اهلي، عقد شيخ. راح اهلك ويا بعدين اهلي. قبلوا؟ لا مو قبله غصب لين اني اللي لحيت. اوكي. وين صار؟ انت بعدين بما انهم ممكن تدخلين العراق، ما اقدر اجي وين العراق. التقيتوا؟ سويت له فيزا جبته لاوروبا. اوروبا. وين بالتحديد جبته باوروبا؟ باي دوله؟ بايطاليا، وموجوده ايضا صوره وكل هو اصلا ناشر هنا بايطاليا شنو الفيزا؟ والمانيا. شنو نوع الفيزا اللي دزيتيها له؟ اول شيء سويت له سياحيه شهر، بس هو ما ظل شهر، بقى اسبوعين. اجى يوم واحد رجع يوم 16. يعني بهذه بالاسبوعين ذن اللي اجاك هناك تزوجتوا هناك؟ اي نعم لان انا عقد شيخ. تمت يعني صرتي حامل من صار عنده؟ الدخول اي نعم. وليش رجع؟ ليش ما كمل الشهر؟ ليش عافي اسبوعين ورجع؟ شنو اللي صار؟ مو اني عندي شغل خل اخلص وارتب اموري واصفي اموري واجي. بس هذا اللي ما عندي فهمتيه من مشكله. عنده. لحظه ام صوفيا حبيبتي، انت ركزي وياي حتى تثبتين اذا انت صادقه او حشاش كاذبه. يعني رجل عايش في العراق ويتعرف له على بنيه عايشه في اوروبا
وتسوي له فيزا، وهذا الشيء مو سهل، واحنا كنا نعرف العايشين برا من نريد نسوي وهذا فيزا شغل استثنائي. سياحيه او اي نوع من انواع الفيزا او شنغل او اي شيء، كلش تكلف وكلش تعب. وانت سويتي له الفيزا وتمت العمليه واجاك الرجل لهناك وتم العقد القران وتزوجت على سنه الله ورسوله، وصارت ليله الادخال وصرتي حامل من عنده، المفروض شرعا المفروض انت هسه بالحلال. الرجل انت مسويت له شهر، بس اريد اعرف وامانه الله تكونين صادقه وواضحه بداعه بنت الصوفيا، أمان. ليش قطع الشهر اسبوعين ورجع؟ شنو هو اصلا قال لي اني اجي اريد بس 20 يوم، قلت له ما يصير، هي لازم شهر. بس نادين انا احكي اياها حتى موجود بالجواز تاريخ دخوله وخروجه. قلت له هي 20 يوم تقدر حتى تضرب يعني تكمل، خلص الشهر وارجع. كان يقول لا بابا اني عندي التزام عقود ويا ناس وشغل ما اقدر ابقى يعني اكثر. الرجل قال لك ام صوفيا احنا حتى نكون هادئين جدا وناس نعرف شلون نوصل فكره. هاي العالم كله قاعد يتباوع، واني هسه عرفت منو استاذ قحطان، هسه تذكرته منو، دزولي من فوق فيديو شوف صورته تذكرته. طبعا تحياتنا له وتحياتنا لكل اعلاميين العراق والكل العايشين خارج وداخل العراق. سمع حبيبتي، حتى لا يضيع حقك، والرجل اذا كان موجود او ما موجود ملائكته حاضره، اني بس اريد اثبت انت من 2018 انت متزوجته وهو متزوجك، بغض النظر عن كل المشاكل العادي تصير بين مرأة ورجال كلش طبيعي. اريد اسال السؤال، بنتك من صار عمرها سنه ومن صار سنتين ومن صار 3 ومن صار 4 ومن صار 5 ومن صار 6، اذا هي بعتي 5 الله يعطيها طولة العمر، وين كنتي حبيبتي وهسه طلعتي انه تداعين بيه وتردينه يعرف بنتك؟ ليش ما دعيتي له من سنه؟ ليش مو من سنتين؟ ليش مو ليش احنا بالتحديد طلعتي له على السوشيال ميديا طالبين بحقوقك حبيبتي؟ ممكن توضيح لو هذا حقك هذا السؤال. اولا انا ظليت متواصله وياه 18 و19 للعش 2020 انا متواصله وياه بالتليفون، ويسوي لنا بلوكات 4 أشهر ونرجع اتوصل باهله، اهله موجودين يعني ما احكي على ناس ميته. الله يخليكم خليه يفتح البلوك عليه وتروح يا اصدقاء الله يحفظكم. وهو يعرف من 2020 ست نادين كان يقول الا تسوي لي، انا جيت لبريطانيا بال 2020 ويا كورونا، كان يقول سوي لي لم شمل، قلت له حاضر. كملت لي المعامله موجوده في السفاره القنصليه مال بريطانيا، مال اربيل العفو مال بريطانيا. كملت لي قبل لا اكمل والموعد ب3 ايام. والله يا ست نادين كانوا يقولوا لي تزوج قحطان متزوج باربيل. زين انتي ويقولوا لك انتي دا تشتغلين بمعامله بس الله يدري بيها شلونها، ويقولوا لك فلان تزوج بالاضافه لل20 وحده اللي متزوجين. انت بيجي حالك شو لحظه حبيبتي، احنا ما ندخل باخلاقيات الناس لو سمحتي. صوفيا الكل يعرفنا اني اخلاقيات الناس ما اتدخل بها، هاي حريات شخصيه ما حد له حق يعاتب يتزوج 20 30. بس انا اريد اثبت مصداقيتك بهذا الموضوع. انت من 2018 وهسه احنا 2023، أنا صار لي 4 سنين على السوشيال ميديا، من قبل لا حتى أستاذ قحطان يعرف برنامجه، ومن قبل لا الدنيا كلها تعرف البرامج هسه اللي قاعدة تطش. أنا من 4 سنين نار على علم على السوشيال ميديا. ليش ما تواصلت وياي؟ ليش ما جيتيني؟ ليش ما قلتي لي ست نادين أنا عندي واحد اسمه قحطان عايش بالعراق، حالك حال الآلاف والمئات تطبن ونفس قصتك العاشات بالخارج، وقلتي لي ايش معنى بهذا الوقت بالذات ظهرتي هالظهور هذا القوي؟ أنا هذا الموضوع ردته يبقى سكرت، دائما يبقى أقول ما يخالف، وتصير فترة وأنا أروح بالمحاكم وأشتكي بس خل تخلص كورونا. ليش حبيبتي يبقى سكرت؟ خلصت كورونا صارت 3 سنين، ليش يبقى سكرت؟ لا أنا بديت ست نادين، أنا هذه المواضيع كلها أعطيها طرح، يلا ما يخالف 6 أشهر ما يخالف 7 أشهر، خلي يخلص الحجر مال بريطانيا مال كورونا، خلي اشتغل على مود اكمل تكاليف السفر مالتي، وتعرفين ايش قد تكاليف السفر والهوسه للعراق. زين هاي نعم صوفيا انت صاعده وينادين الطائي. نعم. فاني الوحده من تحكي والسولف ترى انا اعرف انت هسه جايه تقنعيني وحده مثلك مضطهده ومظلومه ومضحوك عليها حشاش وملعوب بيها طوبه، وانت كلها برضاتك وعاندتي اهلك وخدت الرجال، حالك حال الملايين كلهن عندنا اهلنا وياخذن حب، هذا بعد واحد شي يسوى حب.
ها جايه هسه تقنعي لك وحده مثلي انه انت 18 و19 و20 و21 و22 و23، هسه احنا طبينا بشهر التاسع الثامن، أنا من تقولي لي العام لا بديت. تاخذين سكرت. اني لا أنا اعطي من طرح العام. 6 اشهر. لحظه ام صوفيا لو سمحتي، اخلي طرح تفضل. 6 اشهر، اخلي طرح ما اعرف شنو. اولا اذا والله اعلم اذا كان هو فعلا ابوها للبنت، فاكو اختراع عظيم اسمه الدي ان اي، تقدرين تثبتين بمصداقيتك بدون اعلام وبدون اشهار وبدون لف ودوران. اسمحي لي ولا تقاطعيني. عندك اوراق دخوله وخروجه والشنقل وما اعرف شنو والفيزا، تقدرين انت تثبتين هذا بالسفاره العراقيه في الدوله اللي انت عايشه بيها. تقدرين تثبتين لانه اكيد و100% من وقعتوا عقد شيخ اكو حبيبتي نسخه يمك ونسخه يم الاستاذ، فهذا هماتين تقدرين تروحين للسفاره العراقيه في البلد اللي انت مقيمه بيه وتثبتين بكل هدوء وبكل سكرت على قولتك وبكل سرانيه، وهذا الموضوع يبقى بينك وبينه. والدي ان اي هو الوحيد والفاصل يثبت انه هذا الرجل ابو بنتك ابو لا. يعني هذا اني اكو شغله شويه، اني اسفه ام صوفيا تعذريني، انا اختك الكبيره تحمل من عندي شويه. اني هاي مال واحد يتحمل سنين سنين ويجي فجاه يطلع على السوشيال ميديا واني زوجة فلان واني زوجة علان واني واجيب الشيخ. يعني اولا المفروض حتى اذا هو حشاه طبعا غايب، حتى اذا هو ما مشى وياك على الالتزام بالعقد، اتزوج صاحب وات ايفر، انت احتراما لبنتك اولا لان هو يبقى ابوها، احتراما لشخصك الكريم ثانيا لان انت تبقين امراه بالغربه، وثالثا احتراما لوضعه حاليا وهو اعلامي معروف. هماتين هاي بنتك اذا ابوها تاثر، اذا سمع عليه كلام مو زين، اذا احد شهر بيه، وتعرفين السوشيال ميديا ما يرحم. لو سمحتي ام صوفيا تحياتي لك حبيبه قلبي، انا اتكلم من مصلحتك. احنا اليوم من تصير مشاكل عندنا ويا الرجال، لو ما كان اكو اطفال دونت كير، احنا والرياجين نتكافش نتكامش، بس من اكو طفل بالموضوع. اذا انت صدق تحبين بنتك وجايه ورا 5 سنوات تطالبين بحقها وكنت تقولين اخليه سكرت وانت طرح، وهذا الشيء ما يقنع لا عاقل ولا جاهل، اوكي، وتقولين المفروض انت احتراما لهاي المسكينه حبيبتنا والك ووضعه هو حاليا كاعلامي عنده برنامج الناس تسمع له، يبقى ابو بنتك، خلافاتك وياه تصير على صفحه، ويبقى ابو بنتك ورجل معروف وعنده برنامج واعلامي هاي بصفحه. كل اذيه تصيبه راح تتاثر بيها البنيه لان هو ابوها، كل شيء مو حلو ينحكى عليه وكلام مو حلو ينحكى عليه راح يتاثر بيه البنيه لان هو ابوها. اذا اليوم هي صغيره وما متاثره، باكر عقبه العالم السيف الفيديوهات وينشرون عليه. هاي اذا كبرت وافتهمت وصار عمرها 12 سنه لو 13 سنه وتسمع امها صعدت وي وحده تحكي على ابوها وابوها عايقهم، هذا فكرته هاي السنين نفسيا راح تتاثر البنيه. فانت لجل عيون بنيتك خليه السكرت، لجل نفسيه بنيتك خليه السكرت. واذا هو فعلا مأذيك او يعني ما متفق وياك بطريقه صحيحه او غدر بيك، اوكي حشا احنا ما نعرف، انت المفروض تسلمين بيه او تقولي له رب صبرت 5 سنين وما اخذت حقها، جايه هسه ورا 5 سنين الشهر وتصعد وتحكي عليه. ما يصير حبيبتي مهما يكون هو اعلامي، الانسان من قلبه محترق. ما يخالف حبيبتي. ام صوفيا يوم حبيبتي نادين عزيزتي، ام صوفيا يوم خليني ينكر. ام صوفيا يوم مو بس هو الناكر، يعني انا ما اريد احكي عن الرجل، انا ما اعرف شنو اسم موضوع باعي. انت تعرفين ايش كم وحده تصعد وياي ملعوب بيها طوبه؟ تعرفين ايش كم وحده خطيه ضحك؟ هسه اقلها هذا زوجك ضرب وياك عقد هذا، ويجذن اللي يصاحبوهن ويحبلوهن ويعوفوهن. هاي اللي بتها ذاك اليوم صعدت عمرها 7 سنين وعايفها ويقولها لا هاي مو بنتي. انت مو بدايه الحديث قلت لك اكو اختراع اسمه دي ان اي، هو هذا ست نادين سويت له مال تصديق عقد بالمحكمه مال العراق. يا حبيبتي ام صوفيا والله العظيم راح تتاذين، والله العلي العظيم بنتك راح تتاذى بعدين نفسيا. 2018 عزيزتي من 2018 لحد الان اني ساكته ست نادين هسه وما يخالف، وبلكي تسال عليها بهذا العيد، وبلكي تسال عليه سنه اللغ، وبلكي تتذكر عيد ميلادها. ست نادين تعرفين طفله تمشي وتصيح لاي احد بالشارع دادي، يعني اني اتصور ماكو مره ما تتاثر بهذا الموضوع. لا هي يتيمه، لا ابوها يتقبل زين، اذا ابوها ما يتقبلها زين.
على شنو بعد أسكت؟ 5 سنين و6 سنين مو قليلة من العمر تروح. وش يمه مصوفية، وش يمه حبيبتي الماي سوقه مرضعة، وش يمه سوق العصا واللايفات والشهيرة والراحة ورحت ما ينفع. ولك يمه ذا هو من داخله لا حان ولا رايد، الكلام للكل. وش يمه ذا هو من داخله لا حان ولا رايد يا حبيبتي. عبالك هسه ذا صعدتي انتي وحكيتي راح تنحل المشكلة، والله دا تزيديها تعقيد. انت راح تشمرين وهو راح يشمر، واني ما اعرف شنو الموضوع، حتى الله الملائكة على كتاف، اني ما اعرف شنو الموضوع، بس اني اتكلم عليك وعلى صوفيا بس احتراما لنفسية هاي الطفلة. بعدين احنا مو طلقنا اولادنا صغار خيش وما مشجعنا بالشارع وصيح دادي. شنو السالفة خيه بتشتمشي وتصيح دادي؟ كان ما مشي على بالشارع العظيم وصيح تعرفين دادي. شنو؟ يعني الأطفال لما مثلا وياها صديقتها تركض مثلا لأبوها، هي يعني كل تخيلها إنه هذا هم من أبوها، فتتعارك ويا صديقتها، لا هذا ماي دادي، this my daddy. يعني مو مرة أنا ما ومرتين دافع مثلا. لأحد حبيباتي، أنا لا دافع لأحد ولا ذكر أسماء لو مهما يكونوا، لو صاعدة وياي إنسانة عادية نفس الكلام. لأن أنا هذا الحكي قلت له قبل تقريبا 3 أسابيع، كنت فاتحة لايف وصعدت وياي وحدة إذا تتذكرونها، وكنت قاعدة بهذا المكان وكنت لابسة أصفر، بنية نفس حالتها، وما كان رجل يعني زوج يعني طريق رجل معروف أو شيء. أنا من يصعد أحد يشكي من أحد، هسه لو صاعد رجل يشكي من زوجته ويقول عايفتنا وعايفه جهال، اقول له عوفها، الماي سوقه مرضعه، ما له علاقه الاسماء عندي. اني ما يوقف بعيني بس الله، وتدرون بي ما يوقف بعيني بس الله. اني من احكي لمصلحه. اني هسه من حكيت لا حكيت بس لمصلحه صوفيا، لان هاي من تكبر راح تتاثر بالكلام، من نشوف الناس تقولها هاي بنت قحطان عدنان، يا هاي الامها صعدت ويا فلان، يا خطيه هاي الابوها. تعرفين هاي الكلمات اذا هسه انت تقولين تمشي بالشارع وتقول دادي ومقهوره عليها، فانت قيسي اذا سمعت انه الناس يقولوا لها باكر عقبه ابوك عافج، ابوك غدر بامك، ابوك وابوك وابوك، شايفه شو يصير بيها وقاعده تربين نفسيه سيئه. اني اهم شيء عندي بهذا الموضوع كله الطفله. فانت والله العظيم نصيحه صعدتي وياي اليوم وحكيتي مصوفية بالقرآن، تسمعين كلامي تربحين طول عمرك، الله طول يجعل عمرك خير. تربحين. والله العلي العظيم صعدتي وياي اليوم نصيحة من أختك نادين الطائي، يطب لش نطيحة، يطب ردي، يطب أعدائه، يطبون الناس هو يجوز حاكي عنهم بيوم، لا إذن تسمع ولا عين تشوف ولا حكي، ولا صعدين بعد وي أي أحد. ترى بالقرآن راح تأذين الطفلة المالها كل ذنب. هاي صوفيا ست نادين سؤال في بالك تتكلمين بهذا الموضوع، خلي كلامك الورقة والقلم، أوراق سمسكات DNA كل أخذ حقك سكرت، ماكو داعي لهاي اللايفات يا بعد أم وأبويا. ست نادين عزيزتي، بالمحكمة أنا قمت عليه، أنا قمت دعوة مال نسب وتحليل DNA، وأيضا يرفض إنه يجي يسوي التحليل. زين أنا وين أروح بعد بهاي؟ يعني ليش أنا ماكو ما أعرف. رحت أنا قبل ذاك اليوم، رجعت مصر شهور وكملت الدعوة، لكن هو موجود بأربيل وما يقبل يجي لبغداد. زين أول عقد العراق كله لازم تجين أنت تحددين وتسوين الأوراق، والمحكمة بمكاني سويتي بيه العقد. يابا تعالي حبيبتي دخلتي للعراق، قدرت تدخلين للعراق؟ اي صار 4 مرات جيت للعراق وقدمت دعاوي. لحظة حبيبتي لحظة، من اجيتي للعراق حاولتي تتواصلين وياه بكل أدب وبكل رقي وبكل احترام إنه تقولي له نعم. انت اشتردين من عنده، هو مو عافيك اوكي، اشتردين من عنده. اولا دول المقامين بيني وبينك اشتردين من عنده. اولا هاي الطفله اوراقها من ادخل واروح للعراق ما ظل شايله بيان الولاده واركض بيه وتعالوا هاي من باسم من مسجلتها هاي؟ شلون سويت الهويه ومستمسكات باسم من مسجلتها اذا ابوها رافضها؟ البنيه مسجلتها اني كاتبه صوفيا قحطان عدنان، لكن ما دام هي بالسفارة ما عندها أوراق رسمية مكتوب إنه الأب فعلا معترف بها، يبقى مجرد اسم يعني حبر هيك مكتوب. الجواز مكتوب صوفيا قحطان عدنان. شلون كتبتي اسم أبوها هو رجل لك هي مو بنتي؟ شلون هذا الشيء سويتي؟
عزيزتي بالولادة أو بالمستشفى أي يعني، وكان موجود من جبتها موجود، وسألوه هذه بنته؟ قال لهم نعم. زين تعال سوي الأوراق بالسفارة، كان أقول مو وين بنتي. ولدتيها البنية، هنا لو برا بالخارج؟ لا بإيطاليا انولدت. هو كان موجود هناك طليقك؟ نعم موجود عندي صورة أيضا بالمستشفى إذا موجود. أقول مستحيل يسجلونها باسمه إذا مو إذا كان بغير دولة، إلا تجي ورقة من عنده منها مصدقة من الخارجية لين لا توصل لأي دولة. لا إيطاليا ستي العزيزة، إيطاليا ممكن إنه يسجل باسم أي أحد ما دام ما إجا الأب واعترف به، يعني ما يقول هاي، ما يقدروا هم يسوون شيء. خلاص هسه أقدر أسوي صوفيا محمد حسن، يعني قانونهم هيك. أنا أتذكر أنت قلت أسبوعين ورجع، أو عافنا ورجع لا وبعد نكر. شلون كان وياك لا بالولادة؟ لا عزيزتي، أسبوعين وبعدين من انولدت، أو من انولدت تقريبا مش فترة بسيطة، بس هي ظلت بالمستشفى كلش هواية لين عندها مشاكل صحية. سويت له فيزا ثانية، بس من إجا هو إجاها للخدج، يعني الطفلة بعدها موجودة بالخدج. وسأل الدكتور هاي الطفلة بنتك وأنت تقر وتعترف بها؟ قال له إي نعم هاي بنتي. يا عشان بزين روح صغيرة حبيبتي، روح. صغيرة. أوكي، أنت ايش قد عمر والله الطفلة ورجع للعراق هو؟ لا مباشرة، هم ما بقى 10 أيام ست نادين، 10 أيام ما بقى. يعني ورا ما ولدت الطفلة وقال هاي بنتي وسجلوا أوراقه الرسمية ومستمسكاته، رجع للعراق. رجع للعراق، ما سجل، مجرد يعني هم الكمون. نعم رجع للعراق. ورا ما رجع رجع. للعراق، ايش وقت رفض الطفله وقال لك هاي مو بي؟ انا ما اكو شيء ما قاعد يخش ببالي، وانا كل شيء ولا سالفه ما تخش ببالي. زين حد عمرها البنيه 9 اشهر وجبتيها هو معترف بيها وما عنده مشاكل، شنو اللي صار بالضبط اللي خلاه ورا ما يرجع ورا الولاده حبيبتي انه دزين ست نادين، دزين فيزا وتكمليها تمشي الأوراق. ما تدزين فيز ما سجلها باسمي، كسر بجمع عزيزتي. كان ما دزيتي له فيزا، مو دزيتي له اول مره وجا خطبك، ما دزيتي له مرتي الثانيه. اي حبيبتي، بس هاي من دا يجيها ست نادين، من دا يقول لك دزي لي الفيزا، هذه مال شغله مصلحه. هاي الانسان خليها انكشف مصلحه، على خليها مصلحه. اقول لك ام صوفيا هسه احنا نقعد عوج ونحكي عديل، لو نقعد بالضبط عديل ونحكي عوج. ام صوفيا هسه على اساس ما تدرين. ام صوفيا حبيبتي، كانت اللي سويتي عزيزتي. له الاولى وسويتي له الفيزا وخليتي يجيك خيه وعقد عليك زين واجت هاي صوفيا. الحكي قبل ما النسوان، سويتيها امي قبل لا اعرف النسوان، قبل ما اعرف الفيلم الهندي، هذا كله سويت لي اياه. بعدين لما اجى يابا ما يخالف، عرفت بالطفله والعفو بالنسوان وتعال ما يخالف، وهم رجع. بس مرة ثالثة دا كمل الفيزا ست نادين وهم متزوجة ببربيل. يعني مو هو ترى الإنسان مؤمن، يعني مو فد مرة يظل يتحمل يبيني. ويسكت. انا اقول لك ليش انت ما سمعن الحكي، انت لو سمعن ما حكي أسمع، بالعباس ما أنا لو تصير كان أسمع ولا مشكله حكي ويا الرياجيل. انا اقول لك ليش. والله. احنا لو نريدها كبار لو نريدها صغار. يعني انت من اجى الرجال وتعرفين كل الزين، لا تغشمين انت روحك ولا نادين تغشم روحها ولا اي وحده عايشه بالخارج تغشم روحها. نعم 99% من اللي يتزوجون هناك وكل هذيك العالم عايشه على حب الله والوطن، وكنا العراق العالم كلها اي وحده سحبت لها واحد من العراق ذيك العالم عايشه على حب الله، يروح هناك ويشتغل وياخذ، وناس عايشه طبيعي كلش طبيعي. يعني كاش تردينا خيه يعوف اهله ويعوف ناسه ويعوف ديرته، ماكو مقابل. هو هناك يشتغل ويكد ويدفع لك باللات وعايش وياك وشايل نصك، بالمقابل انت تنطينا فيزا وتنطينا اقامه او تنطينا جنسيه. ترى الكوكب كله هذا سيستمه، ترى هذا العدل. ترى مصوفيا احنا ما نغشم نفسنا. ست نادين بس هو يبقى هاي ست اختي نادين منيره، يبقى. اختي منيره تزوجت منا نعم وسحبته وياه وعايشين الله يستر عليهم ويحفظهم، وصار عندهم جهال اثنين وانطت إيه بس الجنسيه هذا ست الاقامه نادين ما وانطت تقدرين الجنسيه. هاي الشيء الرجال يبقى يمك أسبوعين. ست نادين يبقى يمك أسبوعين، أنت شو تصخمين بهذا الرهيج الرجال يبقى أسبوعين يجيش بالسنة؟ هو انت من عرفتي انه هو راد شيء مقابل شيء، انت حزت بنفسك قلت مصلحه تمام نجي وياك، قال لك انا اعترف بالطفله واكون وياكم تمام وهاي الامور تمام، اسوي لك الفيزا حبيبي واسوي لك الاقامه واسوي لك كل الامور. كان انتم وين عايشين خيه؟ ترى انت عايشه بايطاليا، رب القوانين ورب السيستم. اكو امور تفرض على الرجل من يجي هناك، اولا ما يصير تسحبينه وما يصير تاخذي له وما يصير تسوي له لمشه من خيه، اذا مو زواج مطنطن واذا مو صور واذا لا مو لا هذه فيديوهات واحد أوروبا واحد واذا ست مو نادين. اهل. هذه أمريكا والعفو بريطانيا مطلوب من عندها هاي الشروط، لكن في إيطاليا أو في بعض الدول الأوروبية ما تتطلب هاي الأشياء. مجرد أني معامل أقوم بها يعني
بالأوفيس وخلص. يعني هاي ما يحتاج لا صور ولا عرس، مجرد عقد زواج مصدق بالسفارة فقط. كان يقول هو زوجك، يجوز مو زوجك. من هو؟ يعني هسه اي وحده برا اقول لك كذا ولا عينش، ترى اني البيئه مكفيني، ترى ذني ثولاتني ثول، والله العظيم ترى صار راسي صدر هذني. يعني هسه انت بريطانيا صعبة ست نادين، اوكي أمريكا لحظه، جدا صعبة. ويت هسه احنا دارين ندز الاهلنا اللي من الدرجه الاولى يجونا زياره لامريكا، عيوننا تشلى ويحطوها بيدنا، واخر شيء ما نحصل شيء نسوي فيزا. شو انت بسرعه سويتي له فيزا وجاج، وبسرعه سويتي له هاي والله وجاج. العظيم تدرين ايش قد طولت الفيزا ست نادين؟ والله العظيم 11 يوم. اولا هذا لان شغلي، ثانيا هسه كل ايطاليا العرب كلش تركض على الايطاليات يزوجوهن، هسه كلها هنا جويسم، هسه كل ما عايشه بايطاليا يركض لها. تمام حبيبتي، هسه اوكي احنا نتفق انه انت كان عندك قصور. اولا انه انت دخلتي بعلاقه وقليله جدا الفتره، وانبهرتي حال كثير نساء برجل انت ما عايشه وياه وما تعرفينه، بعدين تقولي ما تزوجت وحبلت وخلفت، اكتشفت عنده نساء. خيا ياهن ما عنده نساء، ياهن ما مو عنده نساء زواج بعد حلو امي، وايفي. مو متزوجات ست صاحبات نادين. حبيبتي، صاحبات ام صوفيا، هاي الك الكلام والكل وحده قاعد تتابعني باللايف. ام صوفيا لا تهجمن بيوتشن حبيباتي، لا تهجمن بيوتشن، ابوس عيونشن، كافي هجمان بيوت، كافي طلاقات، وكافي بيوت مهجومه، وكافي رياجيل مطلقه من ورا نسوان تروح تلعب على البنات الثانيه، وكافي نسوان مطلقه من ورا رياجيل يوميه بحضن واحد، كافي اولاد مشتته، ست كافي ناس نادين اجي واقول انا متزوج 7، اوكي ما بيها شيء، كون صريح من البدايه، على اقول اساس هذول يتزوج جهالي. 7 وحلل له 4، على اساس يتزوج 7. لا انا دا اقول لا ست نادين، مثلا انت تعال وقول اني متزوج هالقد، قول هذول جهالي. ليش تقول ايتام اني مربيهم؟ ليش تكذب تقول هذول ايتام اني مربيهم؟ والمصيبه هو الكذب شي جر شي ست نادين. مو سوچه، والله العظيم مو سوچه، سدي المايك، مو سوچه، انت عبال السوچه كل وحده تسمع لها هسه نفس ظرفك، اخاف انت حكيتي غيرك ما تحكي، وانا اصلا ما اشجع وحده تحكي، اوكي؟ خص اذا كان زوجها او طليقته، يعني هي طليقته او طليقك رجل معروف، اتمنى ما حد يحكي، لانه هاي الشهره هسه بالموديل الجديد، الشهره اللي عن طريق اللايفات وعن طريق الحكي، هاي كلش ما جاي تعجبني، وقاعد تخلي الرياجين ما تثق بعد والنسوان ما تثق بعد، لانه احنا من نحكي مشاكل طفيفه، مشاكل عاديه، مشاكل امور، بس اكو امور بالحياه سكرت، صدق سكرت، ما يصير تطلع لي برا. يعني حاتي وياها بالتليفون وش دازلها وش دازت له، وخص اذا ناس معروفه، ناس تصعد على شتاف ناس ومتسلقين ناس على ناس. انا نصحتش نصيحه باي، انتو كل وحده مثلش، ترى هاي تلاب بي 5000 كومه مثلك هسه، بس ساكتات ما يقدرن يحجن، سواء عايشه بالعراق من برا خطبها، او هي عايشه برا جابتها من العراق او اي دوله عربيه. باي صوفيا، وارجع واقول لك، من هو اجى انت كلك اخطاء، بغض النظر عن اخطاء اللي انا ما لي علاقه بيها، انا اهم شيء عندي انت وصوفيا، هو انت كلك اخطاء. الخطا الاول انه تعرفتي على شخص عن طريق سوشيال ميديا ودخلك على عمل، وبعدين صارت علاقه، وخلال فتره قصيره جدا، بحيث من اجى وخطبك وما عنده اهل وقال لك ما عندي ناس، اهلك يشوفون ما شفتي وقالوا لك ما نوافق، قمتي انت عاندتي واخذتي غصبا عليهم، وصار الاتفاق بينك وبينه من وراء اهلك، وبعدين جبرتي اهلك وخليتهم امام الامر الواقع، قبلوا العالم. كان شو يسوون؟ قال لك حبته ورادته، راح لك الرجال وسويتي له فيزا، قطعتوا مهر وتزوجتوا وحبلتي بسرعه، حبلتي بزونه تاج مفتوح ما شاء الله، سدنا شويه شوفن شنو السالفه، شو يصير ما يصير، غلقي سوي له كلوز فد شهر شهرين ثلاثه، شوفي شنو وضعه شنو حياته شنو عام، عود عباك اذا تشنقلتن عود على اساس وجبتي سنيد، لو جبتي القرد عود عباك راح يكلب تشنقل، هات جبتي لها هاي البنيه المسكينه، هالطفر هو من عندك الرجال، وهالظلت هاي صوفيا بالعباس، لا انت ولا هو هاميني، ما هامني غير هاي الطفله اني. هل انت صار الانتاج قوي وسريع ما شاء الله عليه، منتج قحطان المجموع، وانت راسا حبلت بصوفيا، وهو راح الرجال اختنق، ما صار بيه، صار عنده يمكن هوم سيك وطفر، راح اسمها البلده، ووراها انت تدورين عليه، بعدين اجاك وانت خاطبك ما اعرف شنو تريد تحبلين، وبعدين راح وما اريد يعترف بالبنيه، قال لك سوي لي فيزا، ما سويتي له خيي، خيا شو تنسون السالفه، وبعدين تجي السوق خيا ما سويتي له فيزا، سوي له فيزا، عنده صاحبات عادي، عنده علاقات عادي، رجل اعلامي، هسه مجموعه بالمقاميع قاعد يبيع لبلبه، هو عنده علاقات عادي، عنده علاقات، امشي وياه، سوي له الفيزا، سوي له المدري شنو، جيبي بالله،
ثبتي أوراق بنتك وثبتي أمورك وثبتي حياتك إذا كان كلامك صدق أصلا. ثبتي أمورك وثبتي أوراقك وبطريقتك الخاصة. كان بها وخير على خير. الشيء بالشيء يذكر. أنت مقدمة له شيء وهو مقدم للشيء. حقوق وواجبات. اطفر واختنق وما راديج. اوريدي انت مكمله اوراق بنتك ومستقره وامورك تمام وحالك حال مليار وحده طلقت. انا ما جاي افهم انت ورا 5 سنين صاعده تردين بنتها تعرفها. وين كنتي؟ وين كنتي انت؟ هسه عرفت بنتها وما عرف. اعتبري نفسك مطلقه عمر السنه. عمر بنتك يوم. اعتبري نفسك بيوم الولاده طلقك. اعتبري نفسك مطلقه. بما انه الرجال راح لك يوم الولاده وكتبها باسمه، البنيه صارت باسمه. تركضين ورا بعربانه مكسره تعالي اعترف بيها، هو غير رايح هناك ومعترف بيها وكاتب اسمها. يعني هسه تردون الحق لو الباطل؟ انتوا تردون الحق لو تردون انا اكذب واجامل لو تردون احكي الحق؟ غير الرجال تقولين راح لي بالولاده يا نادين وقال لهم هاي بنتي وكتب بنته باسمها وطبعت الاوراق وكمل. خلاص اعتبريه استشهد، اعتبريه اعتقل، اعتبريه طلقك. انتهت حالك حال كل المطلقات والارامل. رجلها عافها وراح وما درب بنتها او اولاده. وانت ربيها ودير بالك وصيري لها ام واب وسند ودنيا وعالم وعزوه واهل وعشيره. فضت راحت. ماكو داعي ورا 5 سنين هسه صاعده باللايفات وتقولين حبيبتي نادين اريده واريده واريد واريد ويعترف وما يعترف. باعي نصيحه لوجه الله، تاخذيها من اختك نادين الطائب محبه وببلاش. تاخذيها ما تاخذيها باكر عقبه راح تجرين اذانك ندم وتقولين نصحتني نويدين وما اخذت حكايتها. من هذا القست الموضوع ينغلق. شي يصير خليه يصير. وما طول اكو الله اذا انت عندك حق، وما طول اكو الله اذا انت مضطهده ومظلومه. خلي عويناتك بعوينات الله ويجيك حقك ثالث ومثلث. لا تقنعين وحده مثل نادين بعد 5 سنين 6 تدورين حقوق بنتك. اعتبري نفسك مطلقه وبنتك عمرها يومين. راح الرجال ومشى، استشهد، مات، سافر، اختفى، اعتقل، راح. شو تسوين؟ انت تربيها وانت تديرين بالك عليها. قالت دادي، قالت بادي، قالت نادي، شو تقول خلي تقول. بعدها طفله، صيري لها انت الاب، عوضيها. انا قدامك، انا ام واب، صيري لها انت الام، صيري لها كل شيء. تركض صاحبتها تقول دادي بادي، ما لك علاقه. انت بطريقتك وثقافتك، وانت بين عيج انسانه مثقفه، بطريقتك وثقافتك ورزانتك وطريقه الحوار بينك وبينها، بيني لها الى ان تعدي مراحل عمرها وتوصل الى عمر معين وتعرف انه ابوها ما موجود، حاله حال كل الابهات. شو 99% من العالم برا منفصلين من غير ما متزوجين اصلا ويخافون. يجي نام وياها يومين ودار وجهها وراح وحبلها وراحت وظلت هي تربي وحدها. يا حبيبتي يعني انت الموضوع عندك ايزي. بطلي له هاي اللايفات وبطلي له هذا الحكي. نصيحه ما راح اعيدها، ما راح تفيدك هاي اللايفات وما راح يفيدك هذا الحكي. وعوفيه وخليه. الك حق الله يجيبه، مالك حق الله ياخذه من عندك. هذا الوقت اللي قاعده تضيعينه باللايفات حطيه على بنيتك ووفري لبنيتك، وحاولي توفري لها وتعوضيها عن ابوها، وحاولي تعوضيها عن الغربه اللي هي بيها. وهذا التايم الحلو اللي قاعده تصعدين بيه لايفات على مود تصير بلبله، حاولي تخلينا سكرت بينك وبين نفسك وبين ربك. وربك عندك رب كريم ياخذ حقك. وهذا الوقت اخذي لبنيتك. هاي نصيحتي إلك. اذا حبيتي تاخذيها خذيها، ما تاخذيها لا تاخذيها. وخلي ببالك طليقك رجال معروف، مو رجل عادي. إلى جمهوره وإلى ناس وإلى أحبه وإلى أعداء. وصلت شلون ما تفهميها فهميها. فاللي إذا حكيته مو صالحك. بنتك راح تتذكر بأبوها بعد 5 6 10 سنين. ومو حلوة البنية ينحكى على أبوها لو مهما يكون أبوها. دائما حسن صورة أبوها قدامها، ودائما بينيها إنه أبوها مسافر أو عد بالسماء، ودائما حسسيها إنه أبوها خوش إنسان. ليش؟ لأنه على مود نفسيتها حتى لا تنكسر. كافي أنت مكسورة نفسيتك. دائما امدحي بأبوها قدامها حتى لو تعصرين على روحك كيلو ليمون. دائما امدحي، قولي، احكي، قولي لرب سامحني واحكي. ليش؟ حتى تحافظين على نفسيتها وحتى لا تكبر وياها عقدة الأب اللي يتخلى عن أمه وعن بنته.
كل هذا تسوينه راح يسجل لك عند الله بورقة وقلم، وينكتب لك عند الله بورقة وقلم. تكبر هاي البنت وتصير يافعة شابة وتشيلك من القاع، وكل شي سويتيه بإنسان أذاك عكستيه خير بطفلة مالها ذنب، راح تكبر الطفلة والكارما مالتك اللي حكيتيها وهي صغيرة راح ترد لك ثالث ومثلث، والجنة تحت أقدامك ومالك علاقة. وفي أكو كارما تفر 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 وتحط لك حقك هنا وتقول لك روحي. هاي اللايفات ما تفيدك، والتشهير والتسقيط ما يفيدك، نتائجها سيئة عليك وعلى بنتك، خص إذا أنت رايحة جاية للعراق. تحياتي إلك صوفيا. وإذا شفتك بعد صاعدة بلايف وتحكين وتجيبين طارئ أسماء، والله العلي العظيم أسعد من عندك. اسمعي كلامي، حياتك تمشي مثل الساعة. وعوف الرجال بحاله، ولا تجيبي لك بلبلة لروحك، ولا تجيبي لك، ترى هي ما ينعرف رجلها من حماها تضيع. وخلي خيوط رجعة لبنتك، خلي أصول البلد الحقيقي العراق، ولا تحرمينها من عنده. وعوف الرجال بحاله، وخليك بحالك، وركزي ببنتك وبنفسك. وإذا شفتي الصاعدة ويش عيط ومعيط بعد بلايفات واستحكي فلان بالعافية، لأن هذا الشيء أنا ما أقبل به. ما أحب مرة تطلع الشهر برجلها أو طريقها، ما يعجبني أبد. وتحكي عليه وتقول مو خوش آدمي نهائيا، لأن يوم من الأيام بينهم زاد وملح وعشرة، وأكل لي أعظم منهن صوفيا، أعظم منهن كلهن صوفيا. فأنت غلطانة، تحملي نتيجة الغلط، وتصبر 5 سنين تصبر العمر كله. تحياتي إلك، وربي يوفقك ويهدي سرك، وإن شاء الله بحق لا إله إلا الله وهاي الأيام الله ياخذ لك حقك من كل واحد إذا عندك حق، والله ينصرك من كل واحد ظلمك إذا كنت مظلومة، والله يحفظ لك بنيتك وتربيها بعزة وكرامة، وما تحتاجين أحد غير الله ودعوات أمك وأبوك. تحياتي إلك حبيبتي صوفيا، ومع السلامة.